بس هو ايوه البودكاست هيكون ان شاء الله متقسم لحاجات، بحيث ان كل واحد يروح الحته اللي هو شايفها مناسبه ليه. اللي هو في حاسبات، الحته اللي اتكلمنا فيها عن حاسبات يروح ليها. اللي مهتم بالسفر، اللي مهتم بالموبايل، فده اللي مهتم بفكره الذكاء الاصطناعي ايه اقل حاجه اتعلمها، وبعد كده ابدا ادور على شغل وعايز اشتغل. ايوه يعني مش ايوه عايز اتعلم وخلاص، ايوه مش اتعلم كده بالحب. البودكاست ده مع حد بقى له 14 سنه شغال في البرمجه، وهو بيتصور في ازمنه مختلفه. وانا بصور بالليل في مصر، هو بيصور بالنهار في نيوزيلندا، حته تلج وحته مظلمه. فالبودكاست ده هيكون مفيد لناس كتيره. لو انت مهتم بالعمل الحر، او مهتم ان انت تشتغل من البيت، او مهتم ان انت تشتغل ريموتلي في شركات. لو انت مشتت مش عارف تتحرك ازاي، شايف ان الدنيا دلوقتي فيها كورسات كتيرة جدا، مش عارف تبدأ منين، تتعلم ايه الحاجة المناسبة ليك. لو انت مهتم بالبرمجة بشكل عام، او بتشتغل في البرمجة، ولو انت حابب او بتشتغل في برمجة الموبايل، فباشمهندس يحيى عنده خبرة 14 سنة في برمجة تطبيقات الموبايل. فالبودكاست ده ان شاء الله هيكون دسم في اكتر من جانب، هنتكلم فيه عن حاجات مختلفة جدا، وحاجات كلها دسمة ومفيدة. أول حاجة هنبدأ بيها هي إن باشمهندس يحيى يعرف نفسه، ويكلمنا هو مين، إزاي بدأ في البرمجة، إزاي وصل إن هو يسافر لدول مختلفة ويشتغل في شركات برمجة. فالمايك مع باشمهندس يحيى. يا مصطفى، يعني انا سعيد بوجودي معاك الله يكرمك. وبوجودي مع الناس بتوعك. ربنا يجعلها بفايدة ان شاء الله. بصورة سريعة، انا يحيى شغال في التطوير البرامج الموبايل من سنة 2009، من ساعة ما اتخرجت. آه، اتنقلت بقى من 2009 لحد النهاردة. اتنقلت ما بين عدد مختلف من الشركات، في شركات كبيرة أو شركات صغيرة، من أول شركة الموظف الواحد لحد الشركات مترامية الأطراف اللي فيها 16 ألف موظف زي STC في السعودية. وبعدين انتهى بي الحال في نيوزيلندا الجميلة. وهنا حيث أحدثكم الساعة دلوقتي 6 الصبح وعندك 7 بالليل. فإيه، احنا يوم الأحد وانت يوم السبت. مهم. فأهلا بيك. انت بدأت في البرمجة ايام ما كانت برمجة بجد، ما كانش لسه في فكرة الفريم ورك قوي. ودلوقتي مؤخرا الذكاء الاصطناعي والدنيا، يعني انا دلوقتي بحسها لذيذة عن زمان. والله مش عارف يعني. هو الموبايل ابلكيشن من يوم وهو في فريم ورك. اصلا. يعني هو الاندرويد او الاي او اس هو عباره عن لاير مبنيه فوق مم. لغه البرمجه. فانت ممكن تسميه ان هو فريم ورك، وبعدين في جوه فريم وركس ثانيه. بس ماشي صح. في دلوقتي حاجات رهيبه جدا غير ما كنا نبدا. انا افتكر اول ما بدات خالص خالص في البدايه، يعني اول ما اتخرجت وبعدين المشروع التخرج بتاعي كان برنامج في الاندرويد. وبعدين ما لقيتش شغل، فتواصلت مع خدمة من الخدمات اللي كانت موجودة في السعودية اسمها هواتف، ودول مم. أول ناس اشتغل معاهم. فبقول لهم يعني انتوا كان عندهم خدمة يعني شديدة الايه، حاجة يعني جديدة جدا ومحدش عملها. عاملين زي كده ايه ويب سايت، بتدور على اسم المطعم يطلع لك رقم تليفونه وكل ارقام تليفوناته اللي موجودة في الحي ده مثلا. كويس. فدي كانت ساعتها حاجة خارقة للعادة، وحاجة يعني ستارت اب مش موجودة. فقلت لهم يا جماعة انتوا محتاجين موبايل اب. انا لما اتخرجت ما كانش فيه شغل موبايل اب، ما كانش فيه شغل مم. اندرويد في مصر. فقلت خلاص ادور على حد، لان انا كنت عايز اتعلم وفي نفس الوقت عايز اتشهر. لان انا بعد ما اتخرجت قعدت 4 سنين شغال فريلانس. ده ما قبل ما شاء الله. الفريلانس يكون كول والناس، وكنت شغال ريموت وبرضه قبل ما الريموت يكون كول. فقلت لهم يا جماعه انتوا يعني محتاجين موبايل اب. قال لك احنا مش هندفع. يعني هما ناس اصلا. ممتازين جدا يعني وناس رائعه يعني، بس قال لك احنا ما عندناش بادجت ان احنا ندفع فلوس دلوقتي. قلت لهم طب خلاص تعالوا ايه ن... انا حابب ان انا اتطوع معاكم وانا من غير فلوس، بس انا حابب ان انا امشي ايدي يعني. الشاهد من القصه دي ان احنا، وانت بتقول لي يعني ايام ما كانت لسه في مم. البرمجه بجد، كنت انا ساعتها ما اعرفش يعني ايه جيسون اصلا، ولا اكس ام ال، ولا يعني فكره ان الاي بي اي يتعامل مع الموبايل عن طريق يونيفرسال لانجويج زي الجيسون او الاكس ام ال او موضوع الريستفول. اصلا ما كنتش اعرفه اساسا.
فقمت عامل استراكشر كده من دماغي، انت تبعت لي اسم المطعم داش اسم مش عارف ايه، وبعدين يا نهار اسم ابيض. الكولوم مش عارف ايه. وبنيت انا البارسر بتاع الموضوع ده مع نفسي، وهم بعتوا لي، وهم كمان بنوا الاي بي اي باللي انا عايزه يعني. عارف كانت حاجه محدش كده اعترض. ايه. ايوه بالظبط. لكن دلوقتي مم. الدنيا جميله. دلوقتي انت عندك جراف كيو ال، تبني الكويريز على الموبايل وتبعتها للسيرفر، تاخد كل البيانات اللي انت ما بقاش في اي بي اي اصلا، انت بقيت مم. تطلب كانك بتكويري على الداتابيز دايركتلي. بس بالظبط. يعني كل شيء وليه ميزه وعيب. هنيجي للحاجات دي، بس انا عايز اطلع باكتر من فايده من الموضوع ده. اولا ان وقتها ما كانش في ناس كتير معاها موبايل على ما اعتقد، 2009. فبالتالي مم. ممكن نقول ان ساعتها اختيار تخصص كان غلط، لان هو ما كانش عليه طلب. انا بس حاجات بنطلعها، مش بقول ان ده غلط او صح، بس حاجات بنطلعها. زي مثلا حاجه من الحاجات اللي موجوده دلوقتي، ان في ناس كتير بتتعلم الماشين ليرنينج وبعد كده بيجوا يدوروا على شغل في مصر، بيبقى شغله ضعيف جدا مع ان المجال نفسه دسم، بس السوق اللي احنا فيه ضعيف شوية. الحاجة التانية ان هو اشتغل ببلاش، فبالتالي هو كان بالنسبة له مهم في الاول ان هو يكتسب خبرة، مش ان هو يكسب فلوس، لان الخبرة يقدر من خلالها يجيب فلوس. بس لو هو دور على الفلوس في الاول، مش هتمشي، هيبقى الموضوع اصعب شوية. فاحنا مقسمين الكلام لنقاط. احنا هنتكلم عن حاجة مهمة قوي، وهي حاجة اغلب الشباب دلوقتي بيعانوا منها، اغلب الناس بتعاني منها، وهي فكرة التشتت. زمان بالطبيعي ان بنلاقي ان الواحد مثلا شغال في مجال، بيبقى عايز ابنه يطلع زيه، فبتلاقي ان الخيارات بتاعتك انت كشاب محدودة، ان من وانت صغير ابوك بيقولك انت تعمل كذا. دلوقتي احنا طلعنا انت العالم مفتوح. مهندس، اه. انت مهندس يا مهندس، ابني. دكتور، اه. انت يا ابني انت هتمسك المحل معايا. دلوقتي احنا طلعنا في عالم مفتوح بشكل غبي، بشكل رهيب. حرفيا مم. انت لو بس بتسكرول شوية على اي ابلكيشن، انت هيتعرض عليك 10 مجالات مثلا في ساعة ولا حاجة، هتلاقي ده بيقولك المجال ده كويس وده بيقولك المجال ده كويس، واللي في الآخر انت ما بتدرسش أي حاجة وما بتسعاش ان انت تتعلم أي حاجة، لأن بيبقى فيه تشتت رهيب. فاحنا عايزين نتكلم ونعالج المشكلة دي ازاي. ممكن الواحد يعرف هو المفروض يتعلم ايه من وسط التشتت ده كله، ازاي يطلع حاجة يدرسها كويس ويشتغل فيها. تمام. بص، خليني احكي لك حكايه صغيره، حكايه مشروع التخرج. كنا احنا جروب، مجموعة من الشباب خلاص داخلين على التخرج، واخترنا بعض واحنا اصحاب وعايزين نشتغل مع بعض. فبدأنا بقى ايه في اختيار المجالات. المهم قعدنا ندور، طب الناس بتعمل ايه؟ الناس بتعمل ويب ابلكيشن، بتعمل ويب سايت، وبتعمل مش عارف ايه، بس احنا عايزين نعمل حاجة تانية. فالمهم قررنا في الاخر ان احنا هنعمل موبايل اب. موبايل اب ده كان يعني ايه، لونج ستوري شورت كده، هو الواتساب. بس كان ساعتها يعني كانت هي نفس الفكرة. كان اسمه كونتا، على اساس كونتاكتس. فالمهم ايه، قعدنا مع بعض واتفقنا وطبعنا كتاب. كان ساعتها كنا شغالين جافا تو مي موبايل اديشن، ولا مايكرو اديشن، على موبايلات نوكيا. طبعا الكتاب، وبدأنا نذاكر وبدأنا نمشي. وبعدين فجأة آه، من منظور بقى التشتت، طلع قدامي حد بيقول لي ده انت المفروض تشتغل اوراكل، واوراكل ده هو احسن حاجة، وهتاخد كورسات ومش محتاج تعمل اي حاجة. فالمهم قعدت مع اصحابي قلت لهم بصوا احنا هنشتغل اوراكل. قمت بدأت ايه، نزلت الدوكيومنتس ومش عارف ايه، وقعدت اذاكر اوراكل وقعدت ابص. وبعدين بعد شوية مشيت خطوتين كمان، جه الاب الروحي بتاعي الدكتور عمرو مسعد في الكلية، قال لي ايه، قال لي في حاجة اسمها اندرويد. بس كده. طبعا احنا كنا قطعنا شوط طويل في الجافا تو مي. كنا واخدين اصلا جافا اس اي، او الجافا اللي هو كنا درسنا جافا، وبعدين جافا تو مي ده فريم ورك بقى فوق الجافا. فجه حد قال لي في حاجه اسمها اندرويد. فانا ما اعرفش يعني ايه اندرويد، وساعتها كان اندرويد فيرجن 0.1، يعني النهارده احنا وصلنا لاندرويد 14 تقريبا. كان ساعتها مفيش ديفايسز، وكان سيميليتر او ايميليتر بس اللي موجود. فالمهم نزلته وقعدت العب بيه، حسيت بفرق شاسع بينه وبين الجافا تو مي في الوقت ده. فعارف اللي هي، عارف في حاجه كده علقت معايا، وقلت خلاص هو ده. فقعدت مع اصدقائي قلت لهم يا جماعه ايه رايكم نعمل كذا؟ قال لك بص انت بقى ايه، انت وترتنا من كتر توترك ومن كتر ما انت مش عارف تاخد قرار.
فلا يا ابني هذا فراق بيني وبينك، انت امشي من طريق واحنا هنمشي من طريق وربنا يسهل لنا. وفعلا مشيت في الطريق ده لوحدي، وخلصت مشروع تخرجي، ويمكن كان اول مشروع تخرج في الجامعة بيتكلم عن الاندرويد. وخدت اعلى درجة مشروع تخرج في السنة دي الحمد لله. ومن بعدها بقى ايه يعني زي ما بيقولوا والباقي عبارة عن قصص وتاريخ. فانت كده كده هتتشتت، والمشتتات موجودة. الشاهد من القصة ان المشتتات كده كده موجودة. وزي ما أجدادنا العرب قالوا زمان إن طعامه زيد سم لعمر. يعني مش أي أكل أنت ممكن تاكله هيبقى مفيد بالنسبة لك. لو واحد ربنا يعافينا عنده السكر، عشان ياخد حتة كيكة دي هتبقى مضرة جدا بالنسبة له. ولو واحد راجل بادي بيلدر وجميل ومش عارف ايه ممكن ياكلها. فالقصد ان مش كل حاجة هتمشي، يعني مش كل حاجة انت مش كل حاجة الناس بتعملها وناجحة فيها هتمشي معاك. في واحد شغال في البرمجة وحياته سعيدة ومبسوط جدا، وفي واحد انا شفت ناس، قابلت ناس اللي هو بقول له يا ابني طب وانت ايه اللي جبرك على كده؟ انت ليه تشتغل مبرمج؟ انت اصلا ما بتحبش تشتغل مبرمج. ايوه بالظبط بيعاني. ففي مجالات كتير بقى ما بين البرمجه والشبكات والديزاين والمش عارف ايه والفيديو اديتنج والفيديوجرافي كل حاجه. كل الحاجات دي ينفع يعني هتلاقي ناس حواليك زي ما انت قلت على انستجرام، مجرد ما انت بتسكرول كده ربع ساعة هتقابل كل الناس دي بيقولوا لك هو المجال ده احسن مجال، الفريلانس هو احسن حاجة، الفيديو اديتنج هو احسن حاجة، اعمال الريلز هو احسن حاجة. انا نزلت فهي معذرة عن الفكرة. المقاطعة، نزلت فيديو بقول فيه ان انا بتعلم برمجة وكده، زي فيديو زي الفيديوهات اللي بنزلها. فحد بيقول، انا نزلت فيديو بقول ان انا فضلت سنة اتعلم برمجة، وده اللي حصل. حد قال لي لو كنت اتعلمت 3 دي انيميشن كان هيبقى احسن. انا كان فكرت في زمانك في الكومنت حتة تانية بتاعه. دلوقتي. يعني انا ما كنت، يعني ما ينفعش ارجع بالزمن مع طيب. انك شغال ما شاء الله يعني. ايوه مع انك بالظبط، شغال انا وخدت شغال بقالي الخط سنين. خلاص انت. ايوه بالظبط. انت ماشي في الخط، وفجأة حد قال لك انت عارف لو كنت رحت يمين من 3 4 طب مش كان من ممكن؟ 10 كيلو. يا نهار ابيض. فالتشتت موجود. ف عشان كده مش زي بنقول مش كل حاجة تنفع لأي حد. طب انا لسه ببدأ، انا لسه جديد في الموضوع ومش عارف ايه اللي كويس وايه اللي مش كويس. انا عندي مبدأ رائع جدا بيقول انا سميته مبدأ العشر ساعات، او على الاغلب انا ممتاز. قريته في كتاب بس انا مش قادر افتكر. مبدأ العشر ساعات ده بيقول لك ايه؟ جرب 10 ساعات في اي مجال انت عايز تشتغل فيه، بس انا لان لسه هضيع انت 10 عارف ساعات. ان 10 ساعات بحالهم. آه، وبعدين المجالات كتير، ايوه يعني انا هقعد ادرس شويه انيميشن وشويه برضه، هضيع 10 ساعات في كل مجال، حرام يعني. طب العمر اقول لك على العمر ما حاجه يستحملش. منظور العشر ساعات وهضيع الوقت لو سألتك انت بتلعب جيمز ولا لا؟ انت بتلعب العاب؟ انا مش بلعب، بس بتقضي بس بصراحه وقتك انا في بقضي العاب؟ ساعه على السوشيال ميديا كل يوم. كويس جدا. طيب ساعة على مم. السوشيال ميديا دي يعني في كل يعني على مدار ال 30 يوم ادي 30 ساعة. ده انت لو بتقعد ساعة خلي بالك يعني ايه. ايوه ما يعني عشان نكون منطقيين. انا بقالي فتره بحاول انا كل اتحكم فيها، فانا ده الرينج بتاعي يعني. ماشي حلو، اه. ساعة ممتاز جدا. لو الساعة دي بدل ما بتقعدها على السوشيال ميديا بتقعد منها نص ساعة على السوشيال ميديا ونص ساعة في المجال اللي انت عايز تجربه. خلينا ناخد مثال، مثلا انك عايز تشتغل في الديزاين، او المجالات اللي اتعرضت قدامك في برمجة وفي ديزاين وفي شبكات وفي مش عارف ايه. بصورة كده سريعة اي مجال من دول مجرد ما هتبدأ فيه 3 4 ساعات او اول نص ساعة هيبان لك انت والله ده جميل ده مش جميل. ممتاز. قدام شويه هنتكلم انا ازاي بدات في الموبايل والفرونت اند عموما. بس في حاجات انت مجرد ما تبدا تشتغلها هتلاقي اللمبه نورت، وفي حاجات هتلاقي اللمبه نورت هنا واللمبه نورت هنا. طب اختار ازاي؟ هي بقى دي الفكره، ده اللي هيخليك تكمل العشر ساعات. وبعدين دلوقتي الكورسات بقت متوفره وموجوده، والناس بتنقلها على الهاردات. يعني انت تقوم رايح لصاحبك بالهارد ديسك، او في حد يقوم مشير كده جوجل درايف لينك مم. هتلاقي عليه كل كورسات الدنيا والآخرة ويعني بيبقى ايه كاسر الحقوق الملكية الفكرية. وماشي يا عم ماشي، انت بس عارف كورسات موجودة. الكورسات اديها اللي بس هي 10 ساعات. الكورسات اه اللي هي بتبقى قاعده على الفيسبوك ويقول لك كورس كذا تعمله سيف 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 سيف. بالظبط. في الاخر تخش بتجمع شويه السيف ده كورسات عندك، قد كده ومش بتدرس منهم حاجه. انت بس نزل نص ساعة من كل كورس وابدأ بص.
ومع الوقت هيبان قدامك والله لا انا دماغي حلوه في البرمجه، او انا عاجبني البرمجه، او لا انا بحب الشبكات والتنطيط والسلوك والمش عارف ايه، او يعني في مجالات زي السكيورتي مش سهل انك تخشها من اول يوم، فاهم قصدي؟ مم. انت بتبقى ماشي في مجال تاني وبعدين يظهر قدامك السكيورتي، وبعدين تاخد مثلا يبقى في تاسكايه فيه، او بيبقى في مثلا شغلانه تفتح وانت في الشركه، فتقول والله انا عايز اكمل في سكيورتي. بس هي الفكره ان انت طول ما انت ماشي في الطريق، طول ما انت بتتحسن بس. يعني احنا في الاخر علشان نعالج موضوع التشتت ده احنا نعمل حاجتين. الاول ان الواحد يحصر المجالات اللي هو مهتم بيها، والا لو ساب الدنيا مفتوحه خلاص بقى عندك عدد مجالات لا نهائيه. صحيح. التانية صحيح. ان الواحد ياخد كل مجال 10 ساعات بس. 10 ساعات بعدها يقرر هكمل ولا لا. ان الواحد يقلل عدد الخيارات ده ميزه كبيره. انا مش مناسب بالنسبه لي الفيديو ايديتنج، مش مناسب الانيميشن، مش مناسب الفرونت اند، الباك اند حبيته شويه. طيب الفلاتر لما جيت اكتب بيها علشان تعمل بوتن تقعد تكتب 5000 سطر، لا شخبط عليها دي على طول. فده حل فعال جدا ان الواحد بس يقضي 10 ساعات في ان هو يتعلم الحاجه بعد كده يقرر. وزي ما الباشمهندس قال احنا فعلا الواحد اللي بيلعب جيمز او اللي بيقعد على السوشيال ميديا بنضيع وقت شهريا. الواحد بس احيانا بيحاول ان هو بصراحه اللي هو السكرين تايم وكده الواحد ما بيحبهوش. لما بيطلع بالريبورت الاسبوعي ده يقول لك انت قعدت 10 ساعات على السوشيال ميديا، يبقى الواحد زعلان عليهم. خسرك. طيب حلو قوي، احنا دلوقتي قللنا عدد الخيارات ووصلنا لان انا مسكت الحاجه اللي انا عايز اتعلمها. اتعلم ازاي؟ يعني في المدرسه المدرس بيدرس لي، او في الجامعه بيشرح لي، وبعد كده بيديني هو الواجب اللي انا لازم اعمله وبعمله وبرجع له، وفي الاخر بيكون في الامتحان. اما انا برضو انا لقيت قدامي حاجه لازم ادرسها، ازاي بقى ادرسها؟ يعني دي مش متعودين عليها، دي طيب صعبه دي. خلينا ناخد مثال ان انا دلوقتي قررت ان انا عايز اتعلم البرمجه. آم، هنبني مع بعض فريم ورك كده صغير، اطار عمل هنتكلم عنه. بس قبل ما نبدأ نتكلم عنه انا عايز الناس تتفرج علينا. لو انت مشغل لو انت مشغل الفيديو ده على الكمبيوتر، عايزك تكبر الشاشة عشان تبعد كل المشتتات، ولو تقدر تمسك معاك ورقة وقلم يكون الموضوع رائع جدا. احنا هنتكلم عن مجموعة من الناس. الشخص اللي بيسمعنا هو اكيد واحد من المجموعة دي. انت يا اما واحد من اتنين، يا اما شخص عندك وقت كتير جدا بس ما عندكش موارد، مفيش فلوس، ما اقدرش اشتري كورس، او ما اقدرش اروح احضر كورس لمدة طويلة. او انت عندك موارد بس ما عندكش وقت، عندك فلوس، اتخرجت، عندك اي مصدر دخل، بتشتغل اوريدي حاجة وعايز تنتقل لمجال البرمجة. فتعالى الاول نتكلم عن الشخص اللي هو عنده وقت بس ما عندوش فلوس. وعلى الاغلب ده بيكون شخص بيدرس، يعني طالب، حد لسه في ثانوية عامة، حد في كلية. والشخص ده تاني هينقسم لحاجتين: يا اما واحد يعني في كلية متخصصة في حاجة ليها علاقة بالاي تي او بالسوفت وير عموما، زي حاسبات، هندسة، حاسبات، علوم، قسم حاسب، او ان انت هتكون في جامعة ملهاش علاقة بقسم الحاسب. فخلينا نتخصص اكتر ونروح للراجل اللي شغال اللي بيدرس في حاسبات. فانا عايز اقول لك على ان كل دقيقة انت بتقضيها في الكلية، وكل معلومة انت بتاخدها، دي عبارة عن privilege، يعني حاجة مش هترجع تاني. حاجة وهي مش متوفرة لأي حد. انت بس عشان انت في الكلية وشايف كل الناس حواليك بياخدوا نفس الحاجة، انت شايف ايه ده، احنا كلنا زي بعض. لكن الناس اللي مش في التخصص ده او اللي دخلوا كليات تانية، هم ما عندهمش الرفاهية اللي عندك، ان الدكتور يقعد يشرح لك في الاف والالس والوايل والفاريبل والانتجر والكونستانتس والحاجات دي كلها، تقعد محاضرات كتيرة، وقت عظيم بيدرس لك الحاجات دي. لو انت النهاردة اتخرجت، انت بتركب الاكسبريس، وبيبقى المفروض ان الحاجات دي انت ايه، يا تعرفها في قعدة يا اما انت عارفها مسبقا. فكل حاجة مهما كانت صغيرة بتتقال في الكلية انت هتستفيد منها. هيجي عليك وقت لو انت ركزت كويس وتفهم انا ليه في الكلية كنت بدرس طريقة بناء المعادلة بتاعت الكورة. انا فاكر معادلة الكورة ومعادلة الشكل البيضاوي، انا كنت بقول ايه يا عم الكلام ده، هو انا في الاخر هعمل برنامج فيه زراير وادوس وتشتغل، انا ليه ادرس معادلات؟ وبعدين وفي مادة تانية كان في مادة اسمها رياضيات غير متصلة discrete،
كنا بندرس ازاي البنزينة، ازاي شركات البنزين، ازاي عربية اللي شايل البنزين توصل من بنزينة لبنزينة في اقرب وقت واقل مجهود. انت عارف، بس الراجل اللي بيشرح لنا هو كان دكتور يعني رائع جدا، بس كان بس فيه تفصيلة صغيرة قوي، ان هو يقول لك انت لو فهمت ده انت تعمل جوجل مابس. يعني هو ده جوجل مابس اصلا. فاهم قصدي؟ بس احنا كنا بندرسه على هيئة معادلات. في نقط وفي مش عارف ايه، فانت بتحول الكلام ده كله المعادلة. انا النهارده بقف في حاجات زي كده واقعد اقول يا ريتني كنت فهمت انا ليه بدرس الحاجات دي. فده بالنسبة للشخص المتخصص. وبعدين انا عايزك يعني الشخص اللي بيدرس في مجال متخصص او في حاسبات، كل مطلوب منك انك بس تاخد 40% من المعلومات اللي انت بتدخل لك انت. كل يوم بتاخد محاضرة او محاضرتين. كل اللي انا عايزه منك في اخر المادة دي انك ما تفهمش اكتر من 40%، لان ده هيفرق معاك جدا في المستقبل. لانك لو حاولت مهما حاولت مش هتقدر ت- تاخد اكتر من 40%. طب خلاص خدت 40%، ايه اللي انا هعمله؟ دايما حاول تشوف التطبيق العملي بتاع الحاجات اللي انت بتدرسها. المعادلات اللي عبارة عن ارقام ورموز، شوف التطبيق العملي بتاعها. زي ما قلنا الديسكريت كانت جوجل مابس. موضوع الكرة، انا فاكر قوي انا شلت المادة دي 3 مرات. ولكن موضوع الكرة ده في الاخر انت هتشتغل في اي جيمز، تعمل لعبة زي الفيفا. انت بترسم اشخاص، والاشخاص دول كل دي معادلات. صح، النهارده ما بقاش فيه بقى في فريم وركس كتيره في كل حاجه، فالمعادلات دي بقت اوريدي موجوده. ولكن هي الموضوع بيفرق قوي في الشغل لما يكون في حد فاهم من تحت الدنيا شغاله ازاي. لما بيقابله مشكله بيعرف يحلها، غير واحد هاي ليفل بيستخدم الفريم ورك بس مش عارف الفريم ورك شغال ازاي. لما تقابله مشكله بيقعد بقى يستنى، اقول لك ايه، طب احنا نستنى بقى لما الناس بتوع الفريم ورك دول يحلوا لنا المشكله. طب ازاي اوصل للتطبيق بتاع المعلومات دي؟ اسأل صديقك شات جي بي تي. احنا عندنا سيكشن خاص بالاي اي هنتكلم عنه. ولكن اسأل شات جي بي تي، قول له والله انا بدرس كذا، ايه تطبيقات الحاجات دي في الحياة العملية؟ اديني امثلة من ابلكيشنز او سوفت ويرز موجودة بتستخدم المعادلات دي او بتستخدم المادة دي. هيفرق معاك جدا جدا جدا. ده انت كراجل بتدرس في كلية حاسبات. وبرضو المطلوب منك وانت بتدرس في كلية حاسبات ان انت تتعلم اي لغة برمجة. وكل ما التنوع كان اكبر كل ما كان احسن. يعني في ناس تقول لك انا هتعلم سي شارب في اول سنة، بعدين يخش تاني سنة يلاقي دكتور بيديله بايثون. اقول لك لا احنا اتعلمنا سي شارب المرة اللي فاتت، او السنة اللي فاتت اتعلمنا سي بلس بلس، فانا هكمل في سي بلس بلس. فلا، خليك دايما منفتح لكل الحاجات اللي بتتعرض قدامك، لانك ما تعرفش لما تتخرج مين التكنولوجي اللي هتطير وهتحلق ومين التكنولوجي اللي مش هتكون موجودة. ده بالنسبة للراجل بتاع حاسبات. طيب بالنسبة للراجل بقى اللي مش اصلا، اللي بيدرس في تخصص غير تخصص البرمجة بس هو الموضوع عاجبه جدا وعايز يكمل فيه. طيب لو انت بتدرس في تخصص غير تخصص البرمجة، الكورس المشهور جدا وانت اتكلمت عنه في اكتر من فيديو بتاع السي اس 50 بتاع هارفارد، انا بشوف ان ده كورس اكثر من رائع. انت بس لو كتبت سي اس 50 كورس، وكورس موجود اونلاين وموجود ببلاش وهتتعلم منه كل حاجة كويسة. طيب انا مش قوي في الانجليزي والمش عارف، كمية الموارد اللي موجودة على الانترنت اصبحت مهولة. كمية الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب اكتر من ان الناس يقعدوا يتفرجوا عليها، تخيل. فهتلاقي مثلا حد زي غريب الشيخ غريب، عنده قناة يوتيوب ما شاء الله رائعة جدا بيتكلم فيها في الاساسيات، وعمل سي اس 50 ده بالعربي. انا شايف ان دي يعني دي ما كانتش موجودة ايامنا، فدي فرصة عظيمة جدا لاي حد. خش على القناة واتفرج. وبعدين هتلاقي غيره في ناس كتير جدا، اسلام جودزيلا بيتكلم عن البايثون، وعنده برضو على القناة ما شاء الله عدد كبير جدا. انت بس مجرد ما تقضي شوية وقت على اليوتيوب هتطلع بثلاث اربع قنوات هسجلهم عندك، واقعد بس اتفرج عليهم وشوف ايه الكلام. طيب ايه اللي انا محتاجه خلاص بقى؟ سواء آم آم آم
طيب احنا كده اتكلمنا عن الراجل اللي بيدرس في حاسبات والراجل اللي بيدرس في غير حاسبات، اللي هو في الحالتين هو راجل معاه وقت معهوش فلوس. طيب والله لو انا بقى ايه راجل معيش وقت، خلاص انا دلوقتي شغال مثلا شغلانه، وعجبني مجال البرمجه وموضوع الفريلانس ده مسمع جدا ومحتاج ادخل دخل بالدولار عشان اوضاع معينه. طب انا ممكن اعمل ايه؟ طالما انت بتشتغل يعني على الاقل كل شهر تقدر توفر $10 اللي هم كام دلوقتي، اللي هم ايا كان سعرهم، بس $10 مبلغ ممكن انك تقدر توفره تقريبا. فخلاص انت ممكن تخش على يوديمي وتشتري كورس. انت زيرو معرفة، مفيش اي حاجة ليها علاقة بالبرمجة، وما عندكش وقت انك تقعد بقى ايه تتابع مع قنوات يوتيوب وتقعد تستنى الناس تنزل. خش مباشرة اشتري كورس، جرب. او في كورسات كتيرة زي ما اتكلمنا مسبقا موجودة ومتوفرة. ابدأ بنظرية ال10 ساعات. اقعد على الكورس ده 10 ساعات وشوف الموضوع ده هيعجبك ولا مش هيعجبك. بعد ما تتعلم لغة البرمجة، امسك اي كتاب، اقرأ اول 5 شباتر فيه. اول 5 فصول في اي كتاب كفيلين ان هم يأهلوك انك تعرف اساسيات بس الفريم ورك او لغة البرمجة دي. سواء بقى الراجل الطالب او الراجل اللي شغال، انا كل اللي انا عايزه منك انك تكون عارف الاساسيات. يعني ايه؟ عشان تشتغل جونيور، عشان تشتغل مطور مبتدئ، كنت محتاج تبقى عارف الفرق بين الفاريبل والكونستنت، انواع المتغيرات الداتا تايبس، السترينج والانتجر والدبل والفلوت، تبقى عارف جمل الشرطيه اف ايلس وايل، الفور لوبس، الفانكشنز والكلاس والاوبجكت اورينتد والانهيرتنس. لو انت عارف شويه المعلومات اللي انا قلتها دي، انت جاهز انك تخش اي انترفيو. بس لازم يعمل وفي بيهم مشاريع الفريم او كده؟ لازم يعمل بيهم مشاريع. والله بص، موضوع المشاريع ده يعني ايه، لو عندك وقت اعمل مشاريع طبعا. لو انا قدامي السي في بتاع واحد اتعلم من كورس او خريج جديد وما عندوش مشاريع، بص في الجونيور الموضوع ما بيفرقش قوي النولج على قد ما بيفرق الاتيتيود. لان حلو. النولج، المعلومات انت ممكن تتعلمها، يعني المعلومات موجودة. يعني احنا في نيوزيلندا في مبدأ مشهور جدا، ان هم مش بيعينوا الناس على اساس المعلومات اللي عندهم، هم بيعينوا الناس على اساس الاتيتيود اللي عندهم. اللي هو والله اللي هو شخص ممكن نسميها كويس. معلش على المقاطعه، ممكن نسميها عشان بس الناس تبقى معانا خط، اللي هي ممكن نسميها البروبلم سولفينج، ان هو شخص شاطر في ان هو يحل مشاكل. بص اصل دلوقتي لو حد دلوقتي البروبلم معاه سولفنج شيء مهم، بس انا كان لا، قصدي على حاجة تانية، اللي ان هي هو بس يكون شخص منفتح وعنده استعداد يتعلم. بعد كده البروبلم سولفنج يقدر يتعلمه لغات، اي لغه برمجه هيبقى عنده مجال طالما هو راجل جميل وحلو وهيبقى جزء من التيم، وعنده قدره على التعلم. ولكن طبعا بروبلم سولفنج دي حاجه من الاساسيات اللي الراجل بتاع الطالب هيبقى عنده وقت طويل جدا ان هو يتعلمها. الراجل اللي شغال النهارده ما عندوش وقت ان هو يتعلم بروبلم سولفنج. بس في الاخر هما الاثنين كل انا عايزه منهم ان هو يوصل ل 40%، بس يوصل لشويه بس الكلام الانجليزي اللي احنا قلناه ده، يبقى عارف ده معناه ايه. ساعتها ممكن يخش انترفيو. والله لو عمل مشاريع يكون احسن واحسن. حط على جيت هاب. ما انا لازم اقف عند النقطه دي معلش، لان احنا كده ممكن نبقى بنتكلم في سوق مختلف. انا مؤخرا ساعدت شركتين في ان هم يوظفوا ناس ان شاء جونيور. الله. انا بيتهيألي لو حد كان يعني قايل في السي في ان هو متعلم الحاجات دي، كانوا هيعرفوا بيت فين ويروحوا يضربوه. يعني هم كانوا بيدوروا على جونيور بس عارف عامل مشاريع. يعني اكد لي ان انت بتعرف تستخدم الحاجات دي. وبعدين المشكله دلوقتي في ناس كتير جدا متعلم، فلو التوظيف بس بالحته دي هتبقى صعبه شويه. احنا كده كده هنتكلم عن فكره الشغل والسفر، فلما نجي لهم هيبقى في تفصيل ازاي الواحد يشتغل. بس الحته دي او السكشن ده اللي احنا عايزين نطلع منه، ان لو حد هيبدا هو ممكن يبدا بسي اس 50، لان هو متكلم عن اغلب المجالات. فانت بدل ما هتضيع 10 ساعات في كل مجال، هو هيديك نبذه عن كل مجال. هو تقريبا متكلمين عن السايبر سيكيورتي، عن الويب، عن الموبايل، عن
عن البايثون. فلو انت درسته هتبقى عارف انت واخد نظرة من بره كده ازاي تتحرك. بعد كده هتختار لغة برمجة تدرسها، والمهم فيها الاساسيات: اللوب، الوايل لوب، الاف كونديشنز، الحاجات دي كلها، الفاريبل، الكلام ده كله. وبعد كده ممكن تجيب كتاب وتقرأ منه شوية، ودي هنيجي برضو لفكرة. هو في الآخر مكتوب إن أنت تبني مشروع مثلا صفحات مختلفة بتودي لبعض، بتباصي داتا لبعض، يعني تبني مشروع بسيط. ده المطلوب في المرحلة الأولى، بعد كده هنيجي لفكرة المجالات بقى، ودي حاجة مهمة جدا، خصوصا مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل غريب. يعني هم بصراحة انا شايف ان هم داخلين كميزه، مش كحاجه ضد الواحد. بالعكس، الواحد لما بيستخدمهم بيتمنى ان هم يوصلوا لمستوى اعلى من كده. فاحنا عايزين نتكلم ايه المجالات اللي احنا ندرسها وتكون موجوده في المستقبل وتكون مطلوبه في المستقبل. طيب ايه المجالات اللي هتكون مطلوبه؟ طبعا انا شهادتي هتكون مجروحه بالنسبه للموبايل ابلكيشن، لاني هقول لك طبعا خش موبايل ابلكيشن مطلوب جدا. انا تاني شايف ان هو طبعا. لا بس دي ماشي، حقيقه. دي حقيقة. خلينا نقسمهم حاجتين. لو هنتكلم عن البرمجة، فرونت اند وباك اند. الفرونت اند طول الوقت مطلوب، طول الوقت، والباك اند برضو طول الوقت مطلوب. طب في الفرونت اند انت عندك بقى حاجات يعني بالهبل. الموبايل ابلكيشن ده سيكشن لوحده، الويب ده سيكشن اخر، الحاجات بتاعت الكروس بلاتفورم زي الفلاتر والايونيك يعني الحاجات اللي هي شغالة موبايل وشغالة ويب، ده برضو شيء مطلوب جدا. طب في الباك اند انت عندك ايه؟ عندك سي شارب وكل ما وراه، وعندك بي اتش بي وكل ما وراه، وعندك جافا قصدي بايثون وجافا وكل ما وراهم. انا كراجل مبتدئ كل اللي انا عايزه منك انك تتعلم لغة برمجة. خليني اقول لك على حاجة كويسة حلو. جدا. هو انت تقريبا كده قلت ما كل انا اللغات. عارف، ما أنا ماشي اسمعني استنى. بس. دلوقتي اه انا كراجل مبتدئ، يلا. انا كل اللي عايزه منك انك تتعلم حاجه واحده. انت زي ما قلنا هتقعد 10 ساعات على الباك اند و10 ساعات على الفرونت اند، وهتقرر والله انا عاجبني الفرونت اند. أم تقعد كمان 10 ساعات الفرونت اند ده هتشتغل فيه جافا سكريبت وسي اس اس و اتش تي ام ال، او هتشتغل في فلاتر، او هتشتغل فريم ورك تاني على الجافا سكريبت. ومشيت شويه واتعلمت. المهم ان انت بقيت فاهم كده او عارف كده في المجمل ايه اللي انت عايز تعمله كويس كده، او ايه المجال اللي عاجبك. عارف زمان درسنا في العربي الشعر، وكنت بتقعد تشوف الشعراء وهم بيكتبوا شعر وهم بيعملوا. الناس دي ما كانتش، كان في ناس منها يمكن ما بتعرفش تكتب. الفكرة ان هو كان الشعر ده بالنسبة له بالسليقة كده، هو طلع بيتكلم عربي فصحى، وبعد شوية قعد في قعدات كتير فيها شعراء، فسمع شعر بعدد شعر راسه، فبدأ يبقى قادر ان هو يقول الافكار اللي عنده. فهي الفكرة في ايه؟ انا النهاردة عايز اكتب شعر. تخيل معايا ان البرمجة هي الشعر. انا عشان اكتب شعر وانا غير متحدث بالعربية، اول حاجة انا محتاج اعملها ان انا اتعلم ازاي. هتعلم حروف الهجاء، اعلم اساسيات البرمجة اللي هو الف باء تاء ثاء. وبعدين بعد كده هبدأ اتعلم الكلمات. والله بقى ايه، في كلمة اسمها بطة، في كلمة اسمها حصان، دي الاشياء مثلا. هتعلم الكلمات. وبعدين بعد شوية هبدأ اتعلم طريقة تركيب الجمل. اكل احمد التفاح، الام تبني المعجزات، تصنع الام المعجزات، الام تصنع المعجزات. دلوقتي خلاص اتعلمت ازاي هبني الجملة. هبدأ اقرأ كتب بالعربي، وهبدأ اتكلم مع ناس بالعربي، فخلاص اللغة بتاعتي بقت كويسة، انا بقيت اعرف اتكلم عربي. تعالى بقى ايه، نكتب شعر. عشان نكتب شعر ده محتاج بقى في انواع كتير جدا للشعر، وفي طرق كتير لكتابة الشعر، بس هي الفكرة انك عشان تبدأ تكتب شعر لازم تتعلم عربي. دلوقتي وبعدين هتبدأ تكتب شعر، اخترت ستايل معين او طريقة معينة، هتقعد تسمع وتقرأ شعر كتير جدا هيدوب في دماغك، وبعدها ساعتها تبدأ تكتب شعر. كذلك بالنسبة للغة البرمجة، كل اللي عايزه منك انك تتعلم تتكلم عربي.
الجميل في البرمجه ان كل اللغات زي بعض، هي دي احلى حاجه. يعني انت دلوقتي طريقه تركيب الجمله في الاسباني يمكن تكون مختلفه عن العربي، مختلفه تماما عن العبري، ولكن في الاخر في فاعل ومفعول به وفي اسم وفي شخص. عشان تتعلم السنتكس على حتى اسم القناه بتاعتك، ان كل اللي محتاجه انك ما تعرفش السنتكس. انا عايزك تعرف لما اجي مثلا اختار بين حاجتين في البرمجه، او اقول له اف كذا إلس كذا، الجمله الشرطيه دي انا عايزك تفهم يعني ايه جمله شرطيه. لانك لو فهمت صح يعني ايه جمله شرطيه، آه هيبقى كل اللي انت محتاجه انك تكتبها في البايثون انك تعرف هي بتتكتب ازاي. كل اللي انت محتاجه انك تكتبها في البي اتش بي انك بس تعرف هي بتتكتب ازاي. لذلك الناس اللي بتشتغل في البرمجه لسنوات كتيره بيبقى بالنسبه لهم لغه برمجه جديده، يا عم طيب اديني اسبوع، اديني بس هبص في الويك اند ده على مش عارف ايه، وبعدها الدنيا بتمشي وتبقى حلوه. ف تاني، لو انت بتبدا من البدايه ما تركزش قوي في موضوع الفريم ورك وتقول لك لا انا لازم اشتغل بكذا ولازم اعمل كذا. لا، كل اللي انا عايزه منك انك تتعلم لغه برمجه. ومجرد ما اتعلمت لغه البرمجه استخدم اسهل، ركز قوي في الكلمه دي، استخدم اسهل اشهر فريم ورك موجود في للغه اللي انت اتعلمتها. يعني مثلا في الفلاتر في فريم ورك اسمه اكسبريس باين ولا اكسبو. في الجافا سكريبت في فريم ورك مشهور جدا اسمه فيو. في مش عارف ايه، شوف اشهر اسهل فريم ورك وتعلمه، وبعدين ابدأ اعمل بيه المشاريع الصغيرة اللي اتكلمنا عنهم. ومن انطلاقا من النقطة دي هتبدأ تقدم على شغل. ومجرد ما قدمت على شغل فانت خلاص دخلت بقى وسط الشعراء، وهتبدأ تتعلم ازاي تكتب شعر. فاعتقد ان دي وصفة سريعة للي حابب لسه بيبدأ ان هو يتعلم فريم ورك، او ان هو يختار حاجة عموما. حلو، بس احنا الاول علشان نطلع من النقطه دي بشكل كويس، احنا الاول اتكلمنا عن اهميه ان الواحد يتعلم اساسيات البرمجه نفسها، علشان يكون بعد كده يقدر ان هو يغير ما بين اي لغه، يقدر يغير بسهوله. لو اتكلمنا عن تعريف اساسيات البرمجه اللي هي ايه، اللي هي ان الواحد يعرف الاساسيات زي الاف والالس والوايل واللوب والكونديشن وكده، وان هو يعرف الاوبجكت اورينتد وكده. هل في لغه معينه الواحد ممكن يبدا بيها الاساسيات؟ يعني شرط مثلا الواحد يبدا بسي بلس بلس او سي شارب، ولا ممكن واحد يبدا ببايثون او والله بص، بايثون هي واحدة. يعني هي في مغالطة مشهورة جدا عن بايثون، اللي يقول لك عايز تتعلم برمجة روح اتعلم بايثون. صح، بايثون لغة جميلة وحلوة مم. وكل حاجة، جميل. ولكن الفكرة ان بايثون مشهورة لان هي مشهورة. بايثون هي اشهر لغة برمجة في 2023، ما اعرفش في 24 ايه دلوقتي، بس يعني عارف هي اكتر لغة برمجة الناس اتكلمت عنها وعملت لها كورسات ومش عارف ايه. ده يديك مؤشر ان في جيل رهيب من الناس طلع بيتعلموا بايثون، فانت دلوقتي داخل في وسطهم. يعني عارف اه، الموجة طلعت خلاص، انت مش هتعرف تركب الموجة خلاص طلعت ونزلت والموضوع انتهى. فتاني، انت كراجل بيبدأ انت مش في unless ان في شغلانة معينة جاية قدامك وواحد صاحبك قال لك ادرس كذا وانا هدخلك شغلانة دي، يبقى ادرس اي لغة، ادرس اي حاجة تيجي قدامك، اي حاجة فيها الروح ادرسها. لو انت في الكليه ما تقعدش تضيق دماغك وتقول لا انا عايز سي شارب ومش هدرس غيرها. انت كل ما يتعرض عليك حاجات اكتر كل ما الموضوع يكون بالنسبه لك هيضيف لك كتير جدا. طب لو انا راجل مش في الكليه وعندي ما عنديش وقت، اتعلم اسهل اشهر، اتعلم بايثون، اتعلم اكتر حاجه مشهوره، او اتعلم اول كورس ينزل تحت ايدك ليه علاقه بالبرمجه. المهم تبدا. عايزين نتكلم بقى عن الموبايل ابلكيشن شويه. يعني انا شغال ما من شاء الله، 2018 تقريبا، ما شاء او الله. من بدايه 2019. عدد اللي قابلتهم في الموبايل اصلا مش كتير، فانا حاسس ان السوق فيه عجز. يعني حتى لما بطلب من حد يرشح لي حد، بحس ان ناس قليله اللي بتشتغل في الموبايل. وبعدين حتى اي حد جرب يكتب بفلاتر، الكود بتاعها غريب شويه. يعني انت علشان تعمل زرار ولا حاجه بتقعد تلف شويه، فيمكن الناس بتشوف الويب اسهل. فانا مش عارف، انت اللي جوه الموبايل مش انا مش عارف هل فعلا الموبايل السوق بتاعه متشبع، ولا لازال عدد الناس اللي بيقدروا يطلعوا موبايل ابلكيشن كويس مش كتير. فبالتالي احنا بنتكلم عن سوق لسه محتاج ناس.
فالناس ممكن بص، تدرس هو حاجه زي مشكلة كده. الموبايل اب ان هو عبارة عن آه ممكن انا من منظوري ليه بشوف ان هو عبارة عن اكسسوري. عارف انت الاكسسوارز، الحاجات اللي ايه في البدلة، القميص، البتاعة اللي بتبقى في البتاعة اللي هي اللي بتتلبس هنا دي كده، والجرافطة، اللي عارف الاضافات اللي بتبقى موجودة على اللبس. لان هي في الاخر الموبايل اب، يعني الابلكيشن بتاع الفيسبوك ده مبني على باك اند رهيب جدا. فقصاد كل موبايل اب واحد، اه. موبايل ديفلوبر، ممكن يكون في قصاده 3 4 باك اند شغالين. يعني انا مثلا في التيمز اللي انا اشتغلت فيها، اكبر تيم كنت شغال فيه كنا 10، كان قصادنا في الباك اند يمكن 30 ديفلوبر. فهي الفكرة ان هو مش محتاج ناس كتيرة مم. عشان تبني موبايل اب. وعادة الشركات لا تتحمل تكلفة الموبايل ديفلوبرز، لان هم بيعتبروهم اوفر هيد. وحتى يعني لو انت مش شغال في شركة قائمة بصورة اساسية على الموبايل، زي مثلا زي شركة طلبات مثلا، اللي هي اصلا ال الاساس بتاعها، البرودكت بتاعها هو عبارة عن موبايل اب. فالمشروع بالنسبة لك سنة سنتين ثلاثة والمشروع بيخلص وبيتسلم وبتمشي. يعني انا دايما كده في الشركات اللي اشتغلت فيها ما طولتش اكتر من سنتين او ثلاثة، على عكس ان في باك اند ديفلوبرز مثلا بقاله 15 سنة في نفس المكان. لان في مجال مم. السيستم بيكبر. فلما السيستم بيكبر 24 قيراط على الباك اند بيكبر قيراط على الموبايل. فهل ده يقول ان الموبايل مش مطلوب؟ لا بالعكس، زي ما انت قلت الموبايل مطلوب جدا جدا. وانت بتقول ان انا ما قابلتش حد بيشتغل موبايل. انا لان انا دايما بقالي زمن طويل شغال في الموبايل، فكل اللي اعرفهم اصلا شغالين موبايل. ولكن حتى كل الناس اللي اعرفهم دلوقتي انا ايه، قابلت بس مش كتير. قابلت بس مش لان كتير. الطلب عليهم مش زي الباك اند. ولكن كونهم لسه قليلين دي حاجه كويسه، يقول لك ان المجال لسه فيه آه مساحه ان في حد يدخل فيه جديد. آم، انا بشوف ان الفرونت اند عموما الطلب عليه يعني دلوقتي الناس بتطلب مثلا، يقول لك انا عايز حد فول ستاك في الباك اند، حد بيشتغل فرونت اند وبيشتغل باك اند وبيشتغل في الداتابيز، راجل جوكر كده. يعني ده بالنسبه للاوضاع الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها بقالنا شويه سنتين، ويمكن السنه الجايه اللي مكمله. ولكن اول ما الاوضاع الاقتصاديه بتبقى كويسه، بتلاقي الموبايل اب انتعش والفرونت اند انتعش. فهل هو مجال لسه عليه طلب؟ انا اقول لك هو لسه عليه طلب. واكبر دليل على كده، خش بس على لينكد ان او اي موقع من مواقع التوظيف وشوف فيه كام موبايل ابلكيشن. اكتب مثلا اندرويد، او اكتب اي او اس ديفلوبر او اندرويد ديفلوبر وشوف. ودي هي الطريقه اللي هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن الشغل. انت المجال ده انت قررت انك تدخل فيه، خش اتفرج كده، شوف في شغلانات مطلوبة قد ايه. انت النهارده لو دخلت تدور على مبرمجين دلفي دي لغة برمجة زمان قوي، ممكن تلاقي في كل دولة شغلانة واحدة. حد عنده سيستم قديم ومحتاج يخليه صاحي، فمحتاج واحد. لكن دور بقى في الموبايل، دور في الفرونت اند، دور في الباك اند، دور في فول ستاك، هتلاقي فيه طلب كبير جدا. وطالما كلهم عليهم طلب، نرجع تاني لمبدأ انك بص واتفرج وشوف اللي انت هتبقى اللي داخل دماغك ويعجبك. لانك انت انا عندي تشتغل في مجال وتكون مبدع فيه. اسف. تشتغل في مجال ويكون عاجبك، هتقدر تبدع فيه وهتبدأ تكبر، وهتقدر تكبر وهتقدر تدي فيه كويس. ولكن ايه الفايدة لما انا اروح اشتغل في حاجة مشهورة جدا وكل الناس بتقول ان هي بتجيب فلوس وانا الموضوع مش عاجبني؟ يعني ده منظوري. حلو، يبقى احنا اللي احنا بس النقطه دي عايزين نطلع منها، بان مجال الموبايل ابلكيشن هو مجال عليه طلب. هو سؤال جانبي بس اعتقد مفيد. في اي معين دخل في الموبايل ابلكيشن بيهدد الصناعه نفسها، فبالتالي نقدر نقول ان هو ده لو خد المسار اللي الخبراء بتوعه متوقعينه. والله كل سنه بص، وانت انا طيب. مؤخرا اتفضل لان اسف. انا معلش، لان انا يعني مثلا في الويب حتى من زمان كان واحد صاحبي يقول لي انت ليه هدفع لك فلوس تعمل لي ويب سايت لما ممكن ادخل على اي ويب سايت دراج اند دروب وخلصت. هو طبعا كان فيه ردود، بس اقصد ان الفكره نفسها موجوده في الويب، اللي هو ممكن حد يعمل اي كوميرس بشوبيفاي، ممكن حد دراج اند دروب في حاجات كتيره جدا. وورد بريس مثلا خلى الموضوع برضه سهل شويه. في الموبايل في حاجه زي كده.
لان لو مفيش حاجه زي كده فانا شايف ان الصناعه دي احسن من الفرونت اند والباك اند كمستقبل. والله هي دي المستقبل ميزه طبعا ميزه دايما جميله عند جدا في الله طبعا. الموبايل، ان الاساس او اهم حاجه في الموبايل اب هي اليوزر اكسبيرينس، اليو اكس، او تجربه المستخدم، تجربه المستفيد. كل ابلكيشن بيديك تجربه فريده من نوعها، ولكن في نفس الوقت في تمبلتس جاهزه. في عايز اقول لك ان اللي بيهدد دلوقتي مش التمبلتس الجاهزه، هي الكومبوننتس الجاهزه. يعني مثلا لو اتكلمنا عن حاجه زي الفلاتر فلو، موضوع الفلاتر فلو ده عباره عن ويب سايت اتبنى او فريم ورك بعد كده بقى ليه ويب سايت اتبنى على الفلاتر اللي هو اصلا مبني على الاندرويد والاي او اس. فهي انا بشوف ان ده كومبوننتس من ضمن الكومبوننتس اللي ممكن تهدد، لان هم عندهم كومبوننتس جاهزه، هم ما عندهمش برامج جاهزه، ما عندهمش تمبلت جاهزه لبرنامج كامل. هو عنده بس ايه، شويه صفحات جاهزه انت ممكن تستخدمها. مجموعه كبيره جدا من الناس اتفقوا على ان دي حاجات كلها مطلوبه. ولكن تعال نتكلم عن بنك هيعمل موبايل اب، عمره ما هيروح يستخدم حاجه من الحاجات دي. تعال نتكلم عن جورنان يعني ليه وضعه في البلد، عمره ما هيروح. البرودكتس او الناس اللي عندها برودكتس محتاجه تكون يونيك، طلبات. شوف انت اكتر البرامج اللي انت بتستخدمها هتلاقيهم كلهم مختلفين عن بعض، كلهم بيقدموا خبره مستخدم مختلفه. يعني في الووردبريس السي ام اس واحد، يعني الانجن او الموتور واحد، ولكن انت بتغير شكل المرايات، شكل الابواب، لون العربيه. لكن في الموبايل اب مفيش حاجه وصلت لانه يبقى انجن وبعدين انت بتغير، لا انت هو في انجن صح، بس انت ستيل بتبني، لازلت بتبني الابواب وبتبني السقف وبتبني كل حاجه. ولكن شات جي بي تي انت دلوقتي لو قلت له اكتب لي موبايل اب، انا لا افقه شيء في الموبايل اب. ودي على فكره ده ممكن يكون مدخل كويس جدا، بدل ما تقعد تدور على كورس تروح شات جي بي تي قول له علمني ازاي، خليك انت يعني انت المدرس بتاعي، قول لي ايه الخطوات اللي نعملها عشان ابني موبايل اب باستخدام الاندرويد. هيقول لك نزل الاندرويد ستوديو، هيديك كورس كامل في 15 ثانيه، هيقول لك كل الخطوات اللي انت لو مشيت عليها في الاخر هتطلع موبايل اب. فده في حد ذاته توفر ده اصلا خطير جدا، يدي الناس دفعه. انت يعني انا مش قادر اوصف لك قد ايه الموضوع ده يعني ميزه انت لازم تستخدمها، هي ما كانتش موجوده على ايام. طيب دلوقتي احنا حابين بقى نتكلم، لو انا حد، وده يمكن التوبيك الرئيسي اصلا بتاع البودكاست، انا حد عايز اتعلم موبايل ابلكيشن، اتعلم ايه؟ لان انا واحد من الناس، انا عندي فضول. فلما فكرت ان انا اتعلم موبايل ابلكيشن ده كان طبيعي، رحت اتعلمت فلاتر. بالنسبه لحد بيصمم كفرونت اند وبيكتب باك اند وداتابيز، لما رحت اكتب بفلاتر انا استسخفتها بصراحه. شوف يعني ايوه قول انت عارف الكود اللي هو عشان تعمل زرار فعلا لازم تقعد مش عارف تعمل ايه وبعد كده تفرع وكده. الكلام ده كان سنه كام؟ انا في ماشي ده من سنتين، ده زمن. بص في الموبايل اب سنتين دول يعني في تكنولوجي ماتت وتكنولوجي صحيت وتكنولوجي طلعت، ويعني بس خليني اقول لك يلا انا عايز اتعلم موبايل. انا طيب كده انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم النهارده، عايز اكون موبايل. انا عايز حاجتين، معلش عايز اطلع من السؤال ده بحاجتين. انا عايز اتعلم موبايل وعايز اشتغل. ايوه يعني مش عايز اتعلم وخلاص. مش اتعلم كده بالحب. ايه اللي مطلوب مني علشان ادخل السوق؟ طيب خلينا نقول كده مبدئيا تعلم الموبايل او برمجه الموبايل عموما تنقسم الى جزئين اساسيين، يا اما تشتغل نيتف يا اما تشتغل كروس بلاتفورم. يعني ايه نيتف؟ يعني هتكتب هتكتب الاندرويد لوحده بلغه برمجه بتاعته، وهتكتب الاي او اس لوحده بلغه برمجه بتاعته. الاي او اس هو نظام تشغيل الايفون، والاندرويد هو نظام تشغيل لعدد كبير جدا من التليفونات، سامسونج وون بلس وجوجل بيكسل وكل الكلام ده. طيب النيتف انك هتكتب كل ابلكيشن لوحده. الكروس بلاتفورم انك هتكتب مره واحده بس، والكومبايلر هيحول الكود ده بصوره او باخرى لكود نيتف. احنا بنتكلم دلوقتي في اللي بنتكلم فيه ده، احنا بنتكلم في الفريم ورك. لو رجعنا خطوه ورا شويه، الفريم ورك مش مهم قوي، المهم ان احنا نتعلم اللي تحت لغه البرمجه.
ف خليك معايا دلوقتي. الفكرة في الموبايل انك تتعلم ازاي بتبني موبايل اب، ازاي الموبايل ديفلوبر بيفكر، لان هي مايند سيت. الراجل بتاع الموبايل اب وهو بيبقى بيبنيه بصوره مختلفه عن الباك اند، عن الفرونت اند، مع انهم هما الاثنين فرونت اند. بس الموبايل بيبقى فيه تفاصيل وخبرات وحاجات مختلفه تماما عن اللي موجوده في الفرونت اند. انا مش مع فكره ان انا اتعلم كروس بلاتفورم وما اتعلمش نيتف، لانك الكروس بلاتفورم ده في الاخر الفلاتر ده مبني على نيتف. في فلاتر ده بالمناسبه جوجل اللي عاملاه. كان في فريم ورك تاني اسمه رياكت نيتف. شفت الناس اللي شغالين رياكت نيتف بالنسبه لهم، رياكت دي فريم ورك في الجافا سكريبت. عملوا حاجه اسمها رياكت نيتف عشان يبني موبايل ابس. فخلينا نقول انت جاي منين. لو انت عندك خبره صفر، لو انت مش متعلم اي حاجه وعايز تبدا في الموبايل اب، انا انصحك وبشده اسهل طريق، اسهل ارخص طريق، انك تبص في ايدك وتشوف انت معاك موبايل اندرويد ولا اي او اس. معايا اي او اس. في ايدك، بص في ايدك، بص في جيبك، انت معاك موبايل ايه؟ كويس. انا معايا موبايل ايفون. طيب عشان تطور برامج الايفون لازم يكون عندك ماك. عندك ماك؟ لا، يبقى اتعلم اندرويد قطعا. طيب هتعلم اندرويد، هتبدا تتعلم الجافا في الاندرويد النيتف. انت ممكن تكتب بالجافا او بالكوتلين، بس خلاص الجافا تقريبا ما بقاش في حد بيستخدمها، او حتى جوجل نفسها، لان الاندرويد برضو مملوك لجوجل. جوجل نفسها بتنصح الناس ان هم يستخدموا او يتعلموا كوتلين. فاللي انت محتاجه النهارده عشان ابدا موبايل ابلكيشن ديفلوبمنت النهارده، انا وبزيرو اكسبيرينس في البرمجه، يبقى تتعلم كوتلين. لما تبدا تتعلم كوتلين هتبدا تعمل برامج على الاندرويد. هتبدا تفهم بقى ايه. والله انا عايز الابلكيشن ده يجيب معلومات من الانترنت، يبقى لازم احط بيرميشن معين. عايز احط الايكونز في مكان معين، يبقى لازم احطهم في الفولدر الفلاني. لما تقعد تتعلم الاندرويد، اقول لك على حاجه كويسه جدا. انا اتعلمت الاندرويد ازاي؟ انا كل اللي عملته في حياتي بجنب الكليه ان انا خدت كورس سي شارب كونسول. ده كان قبل ما اتخرج 3 4 سنين حاجه كده. كان عباره عن شاشه سوداء وبقعد اكتب اكواد ويطلع لي نتيجه، اطبع اسم، اطبع قطه، فور لوب. عمال اقول ايه يا عم، ايه الغباء اللي انا بتعلمه ده؟ وبعدين بعد شويه رحت اتعلم جافا. ساعتها كان اسمها اس اي، الستاندرد اديشن، اللي هو انت بتتعلم اللغه بس. بعد ما اتعلمت الجافا، اضافه الاندرويد كان مجرد فريم ورك. انا بعرف ازاي اتعلم، بعرف ازاي استخدم الجافا. فبس كل اللي انا هعمله ان انا في شويه مكتبات اضافيه هتعلمهم. فانت النهارده لو عايز تدخل في برمجه الموبايل وما عندكش جهاز ماك، انا انصحك وبشده انك تتعلم الكوتلين. هتعلمها منين؟ الانترنت مليان بالهبل، وان شاء الله احنا على القناه بتاعتنا هنبدا. هيكون في كورس بيتكلم عن الموبايل ابلكيشن، ولكن ما تستناش. روح دور على اليوتيوب هتلاقي حاجات بالهبل. روح دور على يوديمي هتلاقي كورسات كامله. وجميل ان هتلاقي حاجات بالعربي. طب ليه بقى ما بصش على الفلاتر؟ انا بقولكش ما تبصش عليه، بس الفلاتر زي ما انت حاولت اهو، انت راجل شغال فرونت اند صح وباك اند وما قدرتش تسلك فيه كويس. يمكن من سنتين كان الموضوع اصعب، التوتوريالز كانت اصعب، الانتجريشن كان اصعب. دلوقتي الموضوع بسيط جدا. انا بالنسبه لي لو حد قال لي تعالى اشتغل فلاتر، انا هبقى مبسوط جدا. لان فلاتر ده، لان انا بعرف اشتغل اندرويد نيتف وبعرف اشتغل اي او اس نيتف، واشتغلت على جافا وكوتلين واشتغلت على اوبجكتيف سي. انت عارف، انت لو بصيت على الاوبجكتيف سي اللي هي اصلا الاي او اس مبني البرامج الاي او اس كانت بتتبني بيها زمان، مش هتقول لي انا حسيتها غريبه. الاوبجكتيف سي السنتكس بتاعها طريقه كتابته مختلفه تماما، ولكن دلوقتي بقى عندهم سويفت زي الكوتلين، فالموضوع بقى بسيط جدا. انا بقولكش ما تبصش على الفلاتر، ولكن كراجل بيبدا انا انصحه بشده انك تتعلم نيتف. طب انت بقى لو راجل شغال ويب اصلا، يعني انت بقى لك فتره كويسه شغال وعارف يعني ايه لغه برمجه وعارف كل الاساسيات، وعايز تبص على الموبايل، ما تروحش على الفلاتر ابدا، روح على رياكت نيتف. لانك على الاغلب اشتغلت بفريم ورك
شبه الجافا سكريبت. المايند سيت مختلفة، المايند سيت هي الستيت مانجمنت هي فكرة الريدوكس والستيت والريديوسر كل ده هتلاقيه في رياكت نيتف. فرياكت نيتف بالنسبة لك، بالنسبة لأي حد جاي من الويب، أنا أنصحه بشدة إن هو يخش على رياكت نيتف. ف يعني ده بصورة مبسطة. طيب أنا النهاردة أرجع بقى لسؤالك الأولاني، عايز أتعلم موبايل أب وأنا معايا جهاز ويندوز أو جهاز لينكس، ما عنديش جهاز ماك. كل انت محتاجه انك تتعلم لغة الكوتلين اللي هي اللغة الأساسية لبرمجة الأندرويد. بعد ما تتعلمها هسيب لكم في صندوق الوصف رود ماب اللي هي بقى ايه، خريطة، طريق هتمشي عليه. اقول لك عشان تتعلم الاندرويد انت محتاج تروح تبص على التوبيك اللي اسمه كذا، على الموضوع الفلاني، تروح تقرا عن الموضوع الفلاني وتعمل عليه شوية تمارين، وبعد كده تنقل على اللي بعده وتنقل مستوى الصعوبة لحد ما خلاص تبقى خلصت الرود ماب. وانت مش لازم تخلص الرود ماب عشان تلاقي شغل. انت اول الجزء يعني بتاع المبتدئين في الرود ماب، انت لو خلصته انت تقدر تخش انترفيو وبعد كده كل حاجة هتتعلمها مع الوقت. تاني الاساس انك تتعلم لغة البرمجة وتفهم اصلا ازاي، يعني يبقى عندك تبقى بتفكر زي المبرمج. طيب احنا كده جينا لنقطة مهمة قوي، وهي انا عايز اعرف في الشركات اللي انت اشتغلت فيها ايه اقل مبرمج كخبرة قبلوه؟ هو حد لسه ايه اللي هو اتعلمه؟ يعني انا عايز ادخل شركة، ايه اقل حاجة اتعلمها وبعد كده ابدا ادور على شغل؟ قبل كده لا، مش هدور على شغل، انا قاعد بدرس. لكن لو اتعلمت دي انا هدور على شغل وانا بدرس، وانا بكمل دراستي هدور على شغل عادي. ايه اقل حاجة؟ اقل حاجة، السؤال ده سؤال عظيم قوي. او ايه المشاريع اللي هو دخل بيها او دخل لهم ازاي؟ يعني انا النهارده ادخل اقول لهم ايه علشان اللي اقول لهم ايه ده يكون عندي؟ حلو، كويس جدا. في الموبايل اب انك تكون عامل مشروع، على الاقل مشروع واحد، في شاشتين 3، مستخدم معظم المكونات الاساسيه، يعني اللي هي المكونات بتاعه اليو اي، اليوزر انترفيس. انك حاطط تكست وحاطط اديت تكست اللي هو تكست فيلد الناس تدخل فيه، وحاطط زرار وانت تضغط على الزرار ينقلك للشاشه التانية. الشاشة التانية دي هتجيب معلومات من الانترنت. مهم جدا انك تكون بتعرف تتصل بالانترنت وتجيب معلومات تعرض منها. يعني انا لما بالنسبة لي اقبل جونيور جايلي، والله لو هو عامل كده ده هو كده راجل فوق الممتاز. انك تكون عامل برنامج بيتصل بالانترنت بيجيب معلومات ويعرضها، وعندك ليست، وعندك كل معظم اليو اي كومبوننتس، هم 3 4 هم مش كتير. ده انا ممكن ابص فيه. لكن لو واحد فريش، اصل ده معناه انك اتعلمت لغة برمجة وكمان بصيت على الفريم ورك، فده يعني ده بالنسبة لي راجل برنس. طيب احنا نيجي احنا كده اتكلمنا ازاي اشتغل. فكرة السفر برضو، ايه برضو الواحد يسافر على اي اساس؟ او امتى الواحد يقول ان هو مؤهل ان هو يسافر؟ او الشركات بره اصلا بيطلبوا ايه؟ يعني ايه اللي هم عايزينه من المبرمج؟ لان في ناس احيانا بتتكلم عن السفر، احيانا بحس ان في ناس بتصعب الموضوع قوي، اللي هو انت علشان تسافر انت لازم تشتغل في شركة زي جوجل، وشوف بقى انت عايز تبقى انترفيوهات عاملة ازاي ومش عارف ايه. وفي ناس بحس ان هما بيسهلوا الموضوع قوي. فانت سافرت اكتر من مرة واشتغلت في شركات في اكتر من مكان. آه الواحد علشان يسافر المفروض يكون وصل لفين؟ كام سنة خبرة شغل؟ بيعرف يعمل ايه؟ السي في بتاعه عامل ازاي؟ خلينا نبدأ بآخر نقطة. الشغل في الأول والآخر رزق. ياما ناس كويسة جدا وبتعرف تشتغل كويس جدا ولا بتسافر ولا بتلاقي شغل. فثق تماما قبل ما نقول أي حاجة في اللي هنقوله ده إن الشغل ده عبارة عن رزق. لو أنت مكتوب لك إنك هتشتغل في جوجل وأنت ما عندكش أي خبرة وأنت راجل جونيور ولسه متخرج، هتشتغل. دي أول نقطة أو الأساس اللي احنا عايزين نبني عليه. طيب بعد كده خلينا نتكلم، احنا هنتكلم هنا بصورة أساسية عن السفر، انك انت تسافر تشتغل في بلد غير بلدك الأساسي. لو هنتكلم عن مصر، لو انا عايش في مصر وعايز اسافر، هفكر ازاي؟ لو انت عايز تروح الخليج، فثق تماما انك في الخليج معظم الوقت لما هتروح هناك هتخليك على نفس المستوى المعرفة او العلم اللي عندك. لو سافرت على جونيور هتخليك جونيور، هتقعد لك يجي 10 سنين جونيور.
لو سافرت على السينيور هتقعد لك برضو جزء من الزمن على السينيور. وهتترقى ولا لا، ما اقدرش اقول لك، لان ده في الاول والاخر رزق. ولكن لو انت بتخطط انك عايز تروح الخليج لازم يكون عندك خبرة. يعني اتخرج واشتغل لك 3-4 سنين في مصر، وبعد كده ساعتها فكر بقى ايه، تقدم في السعودية، تقدم في الامارات. لان خلي بالك الامارات سوق مفتوح جدا جدا جدا، فالهنود فيه مسيطرين بصورة رهيبة، والمنافسة فوق الرهيبة، لان الهندي بيتولد مع ماجستير. بس ده اللي اقدر اقول لك عليه. السعودية سوق مقفول جدا جدا جدا، الدخول فيه مش سهل. ومجرد ما تدخل في شركة مش تقدر تغيرها. فعشان كده بقول لك لما تسافر على حاجة كبيرة، بسافر وانت عندك خبرة، عشان يكون الغربة والتكدير اللي انت هتعيشها بعيد عن اهلك وناسك يكون ليها قيمة. طيب انا مش عايز اروح الخليج، انا عايز اروح اوروبا، عايز اروح امريكا. في الحالة دي فكر فيها كده، هم في عندهم كام جونيور، عندهم كام فريش جرادويت بيتكلم اللغة الأصلية بتاعتهم، وبيتكلم وعنده الكالتشر بتاعت البلد، لأن دي الكالتشر شوك، الصدمة الحضارية اللي انت بتنقلها، اللي بتاخدها لما بتنقل من بلد لبلد، دي بتبقى كبيرة جدا. فأنا بالنسبة لي لو أنا هجيب واحد جونيور، ليه ما اجيبش واحد بيتكلم اللغة بتاعتي وعنده المعرفة بالبلد، مش هيجي بقى ياخد له 3-4 شهور على ما يتعلم هيجيب الأكل منين وهيسكن فين ومش عارف ايه، وكمان محتاج اعمل له إقامة وهيمشي في ورق فموضوع الجونيور ده في الدول الغربية مش دايما بيمشي. ولكن اللي هقول لك عليه انك خش وشوف كل بلد متطلباتها ايه. يعني احنا دلوقتي قلنا انت خلاص اخترت لغة البرمجة وبدأت تتعلم لغة البرمجة، وبعد ما خلصت لغة البرمجة اتعلمت الفريم ورك اللي مبني فوقها، وبعد ما اتعلمت الفريم ورك عملت شوية مشاريع. عايز بقى ادور على شغل، ابدأ دور في البلد اللي انت موجود فيها، عشان بره المنافسة اكبر بكتير جدا. انت عندك ميزة هنا، ان انت هي نفس الميزة على فكرة بتاعت الراجل اللي في اوروبا اللي هو ابن البلد وبيتكلم نفس اللغة، هي نفس الميزة. انت هتوفر على الشركة بتاعتك كتير جدا. تخيل شركة مصرية تجيب جونيور من امريكا، هو ايه الفايدة اللي هو هيقدمها؟ ايوه بالظبط، بالعكس ان هدفع له اقامة وسكن، وهعامله على انه اجنبي، ولازم اعمل له مش عارف ايه، ولازم اعامله مش عارف ايه، ولازم ادفع له كويس، ولازم. طب وليه؟ طب ما اجيب واحد هنا من البلد وخلاص، اللي هو بيركب مواصلات ب 10 جنيه ورايح جاي والحياة حلوة. فاهم قصدي؟ فانت لازم تحط نفسك مكان الشركات. ولكن ده ما يمنعش انك تدخل تبص بصة في لينكدين في الدولة اللي انت عايز تسافر فيها. والله انا عايز اشتغل رياكت ديفلوبر او باك اند ديفلوبر شغال بالجافا. خلاص انا اخش اكتب جافا ديفلوبر، جونيور جافا ديفلوبر، سينيور جافا ديفلوبر، وتبدا بقى تبص على شويه حاجات. كل شغلانه بيبقوا كاتبين فيها عدد سنين الخبره اللي هم عايزينها، بيبقوا كاتبين فيها الفريم ورك اللي هم عايزينها، بيبقوا كاتبين فيها الادوات الديفلوبمنت تولز، الادوات اللي هم بيستخدموها. اقرا المعلومات دي كويس جدا وشوف انت فين من المعلومات دي، ده اللي هيقرر انك تقدم ولا لا. والله لا انا بقالي كام سنه شغال جافا وبستخدم نفس الادوات وعندي الفريم ورك اللي هم بيستخدموه، ساعتها انا ممكن اقدم. حتى لو انت مثلا جونيور بقالك سنه او 2 وهم طالبين سينيور، ما يمنعش انك تقدم، ما حدش هيضربك بالنار يعني، لانك في الاول والاخر جونيور. يعني ما فيش حد هيقول لك انت بتضحك علينا او بتلعب علينا. وعلى اساس بقى الطلبات اللي انت قريتها دي هتبدا تبني السي في بتاعتك. السي في لما انت بتيجي تتقدم في شغلانه، السي في هي اللي بتتكلم عنك، السي في هي السمسار بتاعك. فانت لازم تبني السي في بتاعتك. دايما بقول يبقى عندك سي في بيز فيها كل المعلومات بتاعتك، وبعدين لما تيجي تقدم على شغلانه هتبدا تعمل كاستمايزيشن، تبدا تعمل تعديل في السي في دي عشان تتوافق مع المتطلبات اللي هم طالبينها. مثلا انا بشتغل اندرويد واي او اس نيتف، وبعرف اشتغل فلاتر، وعندي فكره عن الرياكت نيتف، اشتغلت 6 شهور او سنه. فهاجي اقدم على شغلانه ناس طالبين اندرويد شغال بالجافا، يعني عارف قديم، عندهم مشروع قديم ومحتاجين حد مش هحط بقى كل الاندرويد والاي او اس والكوتلين والويك ويك ويك والجافا سكريبت والرياكت نيتف، لا. انا هكستم السي في بتاعتي على اساس ان المتطلبات بتاعتهم. دي نقطة خلي بالك كمان. في نقطة مهمة،
انك انت هتبقى to the point، هتبقى بالنسبه لهم انت الشخص اللي هم عايزينه. والنقطه التانية، ما تكتبش حاجات كتير عشان ما تلبسش اسود وتشيل على دماغك. ما هم يمكن هم طالبين جافا وطالبين حد تاني شغال كوتلين او شغال سويفت عشان يشتغل على الايفون. فلما يلاقوا واحد اتنين في واحد هيقوموا واخدينك وملبسينك الشغلانه. فده برضو صراحة ده موضوع انا بعاني منه جدا. فدايما عندك سي في كاستمايزد. ونرجع تاني ونقول ان صديقك الرائع في المشوار ده هو شات جي بي تي. هو اللي هيقول لك، انت تقوم مديله السي في بتاعتك ومديله الجوب ديسكريبشن اللي انت عايز تقدم عليها، وتقول له يا عم هات لي الحلو من هنا على الحلو من هنا، كوكتيلك، اعمل لي سي في جديده، وبعدين خدها بقى نزلها في التمبلت اللي انت شغال عليه، حلو جدا. وخلاص حياتك سعيده. طيب اعتقد كده يعني ايه الموضوع. هي الحته أتمنى اللي انا يكون بصراحه مفيد. اول مره اسمعها وحاسس ان هي جامده قوي، اللي هي فكره ان انت حتى لو يعني انت شغال موبايل باكتر من فريم ورك، لا انت كمان بتعمل سي في كاستم بس للناس دول، تقول لهم ان انا عندي خبره في الحته دي. ما بالك بقى مثلا حد بتبقى انت مثلا ناشر ان انت عايز مبرمج، بيبعت لك ان هو مبرمج وفيديو اديتور وجرافيك ديزاينر وكل حاجه، بس خدوني معاكم. ومدرس فيزياء طيب بالليل نيجي لنقطه مهمه قوي وهي مثيره للجدل وبتثير قلق ناس كتير ان هم يدخلوا المجال. الذكاء الاصطناعي ممكن يبدل الناس. ممكن يجي اليوم اللي مصطفى ما يعرفش اي حاجه عن البرمجه يدخل يعمل وعنده شغل مثلا، يدخل يعمل سي ار ام بتاعه ويدير منه الموظفين والعملاء، وبزرار كده يدوس عليه يعمل موبايل ابلكيشن، وبعد كده يرفعه على الاب ستور وال والجوجل بلاي. هو ده حتى لو هيحصل يعني، انا شايف يعني، انا هسمع منك بس قصدي ممكن يحصل، بس هياخد كام قرن، فانا عايز اسمع منك. طيب ماشي، خلينا نرجع خطوه لورا ونرجع ايام زمان ما كانوا الناس شغالين ايوه بالمنافله. عارف منافله اللي كانوا بيشغلوا بيها العربيات زمان؟ دي حاجه اللي ما يعرفش كانوا ايه، عارف المارش بتاع العربيه اللي هو لما تشغل المفتاح بيعمل وين العربيه تشتغل زمان بقى؟ ده ما كانش موجود. كان في حاجه يدوي بيحركوها بايديهم عشان العربيه عشان يعمل اجنيشن والعربيه تشتغل. لما المارش طلع، الراجل اللي كان بيعمل المنافله ده شغلانته انتهت. طيب بعد المارش ده طلع ايه؟ او قبل المارش الثورة الصناعية. لما نرجع برضو بالتاريخ شوية هنلاقي ان زمان كان المصانع كان فيها ناس مهولة، اعداد الناس اللي كانوا شغالين في الصناعة كبير جدا. لما طلعت الميكنة والثورة الصناعية والموتور البخاري اللي شغال بالبخار، ناس كتير جدا فقدوا شغلانتهم، لان هم بعد ما كانوا محتاجين المجهود العضلي بتاع الموظفين اصبح المجهود ده مفيش. هو بيحط شوية مية، المية السحرية، البنزين او الجاز، بيحطها في المكنة ويضغط على الزرار او يشغل المنافلة، المكنة تشتغل. فالمكنة دي ادت له عزم 5000 حصان، اللي هو اصلا الناس اللي كانوا شغالين ما كانوش بيعرفوا يطلعوا عزم زي ده. الناس اللي كانوا شغالين دول وشغالين بايديهم راحوا فين؟ هي ده نفسه اللي هيحصل في الاي اي. في منهم ناس قعدوا في البيت لان هم قرروا ان هم مش عايزين يتعلموا. لو انت حضرت اي مرحلة من مراحل التحول الرقمي في الشركات او في الهيئات الحكومية، هتلاقي الموظفين يقول لك لا يا عم كمبيوتر ايه وبتاع، احنا مش عايزين كمبيوتر. كمبيوتر هي شوف كل الموظفين اللي قاعدين دول هيغيروهم كلهم بكمبيوتر واحد. الكلام ده يعني مش منطقي ومش حقيقي 100%. صح، في ناس هتفقد شغلها كويس، بس مين اللي مش هيفقد شغله؟ ما تخليش نتكلم عن الناس اللي هتفقد، خلينا نتكلم عن الناس اللي مش هتفقد. الشخص اللي مش هيفقد شغله هو الشخص اللي هيكون قادر ان هو يتكيف. النهارده انا ببني يو اي في الموبايل او في الفرونت اند كويس. كانت الشاشه بتاخد مني اسبوع عشان احط الزراير واركب الديزاين واحط الالوان واعمل مش عارف ايه. طيب لا، انا في اي اي او واخد السكرين شوت من الفيجما او من الديزاين واديها للشات جي بي تي، اقول له يا باشا ابني لي اليو اي ده. لو عندك شات جي بي تي نسخه مدفوعه هيكون احسن شويه، هيطلع لك نتائج، بس على الاقل هي مش انت مش هتاخدها تحطها، لان هو مش دايما بيبقى طالع 100%. بس في نقطه، اول نقطه واهم نقطه، الاوتبوت الشات جي بي تي هيطلعه اللي هيقدر يحدد هو اوتبوت كويس ولا لا هو الشخص اللي فاهم، اللي اتعلم ازاي يعملها بايده.
ماشي، دي اول نقطه. النقطه التانية، لما شات جي بي تي طلع لك كود وتيجي تشغله ما يشتغلش، ما حدش هيعرف يشغله غير الشخص اللي فاهم. هديك مثال صغير. كان في شغلانه على اب وورك، انا عمري ما اشتغلت بايثون بصوره بروفيشنال، يعني ما اشتغلتش في الشركه، كنت بشتغل بايثون. وفي فريم ورك لليو اي تيستنج اسمه اي بي ام، اللي هو الموبايل اب فيرجن او الموبايل فيرجن بتاعه سيلينيوم، بتاع يو اي تيستنج، بس ده مش مهم بالنسبه لنا. كان في شغلانه على اب وورك، واحد طالب ان انا عايز اعمل سيستم بياخد سكرين شوت للموبايل اب، بيعمل سكرولنج وياخد سكرين شوت وبعدين يجمع كل سكرين شوتس دول في صوره واحده. دخلت انا على شات جي ووراني الكود بتاعه، وقال لي انا عملت الكود ده ومش عارف استخدمه. انا عمري ما استخدمت بايثون زي ما بقول لك. فقمت داخل على شات جي بي تي، قلت له اديله الديسكربشن ده، طلع لي نفس الكود اللي الراجل ده كان كاتبه. فده معناه ان الراجل ده اصلا كتبه بشات جي بي تي. فالمهم قعدت عليه 8 ساعات. 8 ساعات دول انت ممكن تترجمهم باسبوع عمل، ب5 ايام. في الاخر مع شات جي بي تي كل الاكواد اللي طلعها ما عملتش اللي انا عايزه. ما ادتنيش النتيجه، والكود الوحيد اللي كان ممكن يدي نتيجه كان بيدي كومبايل ايرور، كان في مشاكل. شات جي بي تي ما كانش يعرف الابديتد فيرجن بتاعت اللايبرري، ما كانش يعرف البارامترز الجديده، ما كانش يعرف مش عارف ايه. بس لان انا كنت شغال في البدايه قلت اكيد شات جي بي تي هيعرف يعملها، وخدت الكود وقعدت اشغله وقعدت اجرب وقعدت اعمل. الموضوع ما مشيش. قمت بقى ايه، قلعت القبعه بتاعه الاي اي ولبست قبعه المبرمج. قلت طيب تعالى نبص بقى ليه الكود ده بيشتغلش. هنا بقى كل ال 15 سنه الخبره اللي عندي طلعوا، وبعد 3 4 ساعات قدرت احل المشكله وقدرت اعملها. فهل الاي اي هيغير ناس؟ الاي اي هيغير ناس اللي هم الانتري ليفل، او الناس اللي كانوا بيعملوا حاجات مش شديدة التعقيد ومش محتاجة معرفة. عايزك تبني لي ستراكشر للاب بتاعي، عايزك تبني لي ستراكشر. قول لي ابني ازاي ستراكشر لويب سايت بالبيست براكتسز. ده هو استاذ، هو في الكلام الانشائي استاذ جدا، في الاساسيات والبيست براكتسز هو ممتاز جدا. طب تعالى بقى نكتب كود. هو مش في اللحظه دي هو ما بيقدرش يوصل النقط ببعضها، بس هيجي عليه وقت وهيقدر. كويس. فالوظيفه بتاعتنا دلوقتي ان احنا نبدا نتعلم ازاي نستخدمه ونطوعه في ان هو يكون مفيد بالنسبه لنا. زي مثلا اي حاجه زمان ما كانش فيها يوزر انترفيس. زمان اللينكس كان كله شاشات سوداء ومش عارف ايه. دلوقتي بقى في يوزر انترفيس، انت بتعرف تستخدم اللينكس دلوقتي كويندوز عادي جدا. ولكن في حاجات عشان تعملها انت ستيل محتاج تفتح التيرمينال وتكتب كوماندز. الكوماندز دي انت لازم تكون فاهم هي بتعمل ايه، لانك اي غلطة فيها هتدمر السيستم كله. فيعني وبعدين في حاجة رائعة جدا ودايما عايزين نفتكرها. ربنا اللي خلق الكون ده كله ادانا الدوكيومنتيشن بتاعت الكون ده اللي هو القرآن، اللي هي اليوزر جايد، دليل المستخدم. القرآن ربنا لما اتكلم فيه ذكر قصص لأقوام سابقين. اتكلمنا عن ناس عاشوا زمان وقال لنا عن أخطائهم تفتكر ليه القصص بتاعت الناس دي موجودة؟ هل بس كده ان هي موجودة؟ الحكمة أنا طبعا في حكم كتير من وجود القصص دي، ولكن الحكمة إن أنت تشوف الناس حصل معاهم إيه وتتعلم من أخطائهم وتتعلم إنك ما تعملش زيهم، عشان الجزاء من جنس العمل. بالظبط نفس الفكرة. اتعلم الناس في الثورة الصناعية عملوا إيه عشان يقدروا يكملوا. اتعلم قبل ما يبقى فيه جي يو اي اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس، الناس كانت بتستخدم اللينكس ازاي، وبعدين دلوقتي بقوا يستخدموه ازاي. فانت مجرد ما تبص على القصص دي هتبدا تفهم انا الاي اي ده صديقي، انا هستخدمه كأداة، مش هخليها تقتلني. لا، انا اللي هقتل بيها العالم. اليوتيوب هيقفل الكلام ده. يعني انا اللي هنتصر بيها في المعركة القادمة. طيب احنا بنتكلم عن 15 سنة خبرة، سفر لأكتر من دولة، فأنا مش عايز نصيحة محددة. ايوه، أنا عايز نصيحة بشكل عام. أغلب الناس اللي عندي في سني يمكن أصغر مني، في ناس قليلين أكبر من سني. يعني احنا كلنا بنلعب من 18 لحد 30 سنة، في ناس أقل بشوية.
اعتقد ان اغلب الناس اللي بتتفرج عليا يمكن بيعجبهم فكره الشغل من البيت. يمكن في ناس كتير شغالين من البيت، يمكن في ناس هو ده هدفهم ان هم يشتغلوا ريموتلي او يشتغلوا في شركات كويسه. في ناس يمكن في وظائف مش حابينها ونفسهم ان هم يغيروا حياتهم، فيمكن بيجذبهم الفيديوهات اللي انا بعملها. فانا عايز نصيحه بشكل عام، انا بس بديك السين بتاع القناه علشان تستجمع كده الجمهور اللي انت بتكلمه. ايوه انا ايوه عايز نصيحه بشكل عام، ان شاء مش في الله. حته معينه. مم. بص، الناس اللي لسه بتبدأ حياتها بتكون مستعجلة جدا، بتكون خايفة لا يفوتها حاجة، او شايفة ان في حاجات كتير فايتاها وهم مش واصلين ليها. فالقاعدة الأساسية اللي أنا عايز الناس تفكر فيها ودايما تحطها قدام عينيها، إنك مهما طال بيك الزمن هتوصل. طول ما أنت حاطط في دماغك، مفيش بني آدم في العالم بيحط في دماغه حاجة إلا وبيحققها ولو بعد حين. الحاجة اللي أنت حطيتها النهاردة في دماغك دي مش شرط إنك بعد 10 سنين توصل لها، بس هي الفكرة إن الحاجة دي هي عبارة عن دافع، عن محرك بيزقك انك تقوم وتشتغل. ياما ناس بدأت في البرمجة وانتهت في الفيديو اديتنج، ياما ناس بدأت في الرسم او بدأت في الطب وانتهت بحاجات تانية خالص. واكبر دليل على كده البودكاست اللي فاتت اللي كانت مع الدكتور احمد. فانت مهما طال بيك الزمن هتوصل. زي ما بيقولوا trust the process، يعني بس ايه، خليك واثق انك هتوصل. وربنا هيسخر لك الناس وهيسخر لك الاسباب عشان توصل لحاجة، مش شرط الحاجة اللي في دماغك، ولكن في الاخر هتوصل لحاجة انت هترضيك، لان انت دماغك ما بتنامش. دي اول حاجة. الحاجة التانية، لازم تكون عارف كويس ان الرزق ده بتاع ربنا زي ما اتكلمنا. مهما كنت كويس ومهما حطيت خطط ومهما عملت كل حاجة، انت ليك كمية رزق مكتوبة لك ومحطوطة عندك، فانت هتوصل للرزق بتاعك ده. لا بقى ان انت تضغط اكتر وتضغط نفسك وتضغط اللي حواليك وتأثر على صحتك، ده هيقربك لهدفك خطوة. ولا ان انت النهاردة والله انا تعبان ومش قادر، بس لا انا ما ينفعش انام، انا لازم اقعد اشتغل. ولا ان تقاعسك او قعدتك او راحتك هتأخرك. يعني لا افراط ولا تفريط، يعني دايما حط الحاجة في دماغك وامشي ناحيتها. وزي ما بنقول دايما ان الخطط اللي احنا بنحطها النهاردة، انا لما كنت مخطط ان انا اروح اسافر نيوزيلندا، دي ما كانتش في خطتي نهائيا. ده انا لفيت، انا عندي فيديو على القناة بتكلم فيه عن السفر، عن يعني تجربتي مع السفر. انا الهدف عندي الاساسي ان انا كنت اروح المانيا. بالنسبه لي كان المانيا او اوروبا عموما. بريطانيا دي كانت بالنسبه لي يلا امري لله، يعني ايه، يعني لو جت بريطانيا يلا. لا امريكا لا مش عارف اللي هو ايه. انا كنت قاعد بختار، فاهم. لفيت لفه طويله جدا. في اللفه دي بقى ايه اللي حصل؟ اتعلمت انجليزي، واتعلمت ازاي مواقع اداره الهجره بتشتغل، واتعلمت طريقة التفكير عشان تهاجر او عشان تسافر، ازاي تفكر فيها اصلا، ازاي تابروتش الموضوع. وفي الاخر الموضوع انتهى ان كل اللي انا اتعلمته ده ساح كله في بوتقة كده، وصبناه في البتاع بتاع التمثال وطلعت نيوزيلندا. ونيوزيلندا يعني عايز اقول لك ان كل اللي انا اتعلمته في المدار السنتين دول ما استفدتش بيه وانا بقدم في نيوزيلندا، لانه في الاخر هو رزق. هو رزق. انا لما جيت اقدم في نيوزيلندا واحد قال لي في فيزا اسمها كذا، قدمت اتقبلت، خلاص الموضوع انتهى. لا بقى يعني لو حد كان معايا في نفس اللحظه ما مرش بالسنتين دول وعرف عن الفيزا وقدم عليها، يمكن كانت تجيله، لان هو في الاول والاخر رزق. فدايما الخطط اللي انت النهارده بتحطها هتوصلك، بس هتوصلك لفين؟ هتوصلك لمكان كويس. بس ما تقفلش دماغك وتقول انا عايز رزقي يجي من البرمجه. يمكن انت لما تشتغل في البرمجه شويه تطلع في الاخر انت لا بتعرف تحب البرمجه، انت بتحب البيزنس، فتشتغل بيزنس ديفلوبر، برودكت اونر في شركه ليها علاقه بالبرمجه.
يعني عارف يعني ده بالنسبه لك هو افضل حاجه. فطول الوقت وانت شغال البرودكت اونر تقول ايه، انا عايز ابص على عايز اتعلم برمجه، انا فايتني مش عارف ايه. لا يا صديقي، انت هو ده ال ال يعني هي دي نهايه الخطه بتاعتك، او هو ده الطريق اللي الخطه بتاعتك مشيتك فيه. فكمل وما تحاولش ترجع. والنصيحه بقى الاخيره والنصيحه الذهبيه، كل النصايح اللي قلتها دي ملهاش لازمه لبعض الناس. يعني مش دايما عشان تسمع واحد عنده خبرة وبينصحك نصيحة ان هو كلامه صح. كلامه ممكن يكون صح لشخص معين، لكن مش شرط ان هو يكون صح بالنسبة لك. احنا في البودكاست النهاردة اتكلمنا عن السفر، وقلنا ازاي تسافر وازاي تروح وازاي تيجي، بس يمكن السفر ده شيء مش مناسب بالنسبة لك. فما تخليش الناس او المحتوى اللي انت بتتفرج عليه، اللي انت بتستهلكه، يأثر عليك ويخليك تبقى عايز انا عايز اسافر. ده كل الناس بتسافر، انا ليه ما بسافرش؟ كل الناس شغالة فريلانس، انا ليه ما بشتغلش فريلانس؟ زي ما قلنا في البداية، طعام عمرو سم، طعامه ايه؟ أنا مش فاكر. ط... 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 طعامه زيد سم لعمرو. اللي ينفع مع يحيى ما ينفعش مع محمود، اللي ينفع مع عمرو ما ينفعش مع زيد. فلما تسمع حد بينصح، تسمع حد عنده خبرة كبيرة، حد على السوشيال ميديا، هو اكيد عنده خبرة. يعني اكيد هو والله في ناس تتكلم ما عندهاش خبرة، بس يعني على الاقل عنده خبرة في اللي ما عندوش خبرة فيه. بس المهم اسمع من كل الناس واعمل اللي انت عايزه. اسمع من كل الناس واعمل اللي يناسبك. قبل ما تاخد اي خطوة كده اقفل. قبل ما تفكر تقول انا عايز اسافر، خد لك كده اسبوع اجازه من السوشيال ميديا، من الناس اللي عمالين يقول لك سافر 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 سافر. وكل قنوات اليوتيوب اللي انت مشترك فيها اللي بتتكلم عن السفر، وكل قنوات اليوتيوب اللي الناس فيها بتشرح فيها هي سافرت ازاي وحياتهم شكلها عامل ازاي في السفر. خد اجازه وشوف ايه المناسب بالنسبه لك، ايه اللي انا عايزه، ايه اللي اقدر استغنى عنه، ايه اللي ما اقدرش استغنى عنه. لان كل خطوه وكل قرار انت بتاخده في حياتك انت بتكسب بيه حاجه وبتفقد بيه حاجه في نفس الوقت. الله يكرمك. انا هطلع بالزبده من الحته الاخيره دي، يمكن من بره، اللي هو فكره ان الواحد المهم ان هو يستمر ويبقى عنده حركه دايمه، لان في ناس عندها ركود تام. التاني ان هو يكون منفتح، ما يكونش متجمد على حاجه معينه. انا فعلا بشوف ناس بيبداوا كبرودكت مانجر ويروح للبرمجه، والعكس، بين يو اي يو اكس، مم. وبعد كده يبقى فرونت اند، وبعد كده يبقى باك مم. اند. فهو مم. بيتحرك على حسب ما الحياه بتشده، مش ما عندوش جمود في حته واحده. والجمود ده بصراحه بيعطل الناس. هو البودكاست هو ما شاء الله دسم جدا، وانا سعيد ان حضرتك معانا او كنت معانا. انا يمكن المفروض كنت قلت كده في الاول، بس هو ايوه. البودكاست هيكون ان شاء الله متقسم ل... لحاجات، بحيث ان كل واحد يروح الحته اللي هو شايفها مناسبه ليه. اللي هو في حاسبات، الحته اللي اتكلمنا فيها عن حاسبات يروح ليها، اللي مهتم بالسفر، اللي مهتم بالموبايل، فده اللي مهتم بفكره الذكاء الاصطناعي. فكل واحد ان شاء الله الحته اللي هو شايف ان هي مناسبه ليه هيقدر ان هو يروح لها. ولو عندكم اي اسئله للباشمهندس، ممكن انا هسيب لكم لينك القناه بتاعته في الكومنتات في الديسكريبشن، فانتم ممكن تروحوا هناك وتسالوه. والمحتوى بتاعه سواء في السفر او في الموبايل، فهو عامل محتوى دسم جدا. بس وان شاء الله ان البودكاست كان مفيد، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.